حبيب، ما هي طبيعة الدور الذي قمت به أنت شخصيا، لا سيما وأنك بنيت كتابك على تورط هذه الوحدات في عمليات مجازر ومذابح من التي وقعت في الجزائر؟ أخي، أنا أريد أن أوضح شيئا هاما قبل أن أجاوب على سؤالك. أولا، أنا خريج الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشار، وهي كلية معروفة حتى في العالم العربي وإفريقيا. وتعلمنا في هذه الأكاديمية أن نكون رجالا شرفاء، أن نضحي من أجل هذا الوطن الذي بالنسبة لنا هو كل شيء. لكن أما كنت تعتبر أن هذا الوطن مهدد من الجماعات المسلحة التي ترتكب المجازر أو المتهمة بارتكاب المجازر ضد الناس، وأنك يجب أن تقاتل هذه الجماعات؟ هذا ما أردنا فعله منذ 92 و91، ونحن نسمع عن هذه الجماعات التي تحمل السلاح وتريد أن تفرض نفسها بالقوة، وهذا بالنسبة لنا كان شيء مستحيل، أمر مستحيل. وبالنسبة لي فإني كنت مقتنع اقتناعا شخصيا بأن أقاتل هذه الجماعات التي تريد أخذ النظام بالقوة. أريد أن أقول لك شيئا، هو أنه في الأكاديمية عندما نتخرج وكل دفعة... لا أريد حبيب، اسمح لي، ما عنديش وقت أستمع كثير إلى يعني أشياء خلفيات كثيرة، وإنما أريد إجابات مباشرة على أسئلتي. هل شاركت أنت بشكل مباشر في عمليات مجازر تمت للمدنيين؟ نعم. بدأ هذا منذ 1992 عندما التحقنا بالوحدة فرقة مكافحة الإرهاب، والتي كانت تحت قيادة الجنرال محمد العماري الذي هو اليوم هو القائد العام للقوات المسلحة في الجزائر. وهذه الوحدات كانت تعمل تحت قيادته مباشرة وتحت قيادة الجنرال فضيل الشريف. هؤلاء الجنرالات وبعض الجنرالات الآخرين هم الذين قادوا هذه الوحدات الخاصة. ومنذ البداية قمنا بعمليات كهذه في عدة أنحاء من الجزائر العاصمة، مدينة البوليدة، مدينة بوفريك، المدية البرواقية. أنا أريد منك أن تذكر لي عملية واحدة فقط استهدفت أناسا عزل. هذه العمليات يمكن أن تتم ضد المسلحين بهدف حماية أمن الدولة، وهذا حق لهذه القوات أن تقوم بحماية أمن الدولة. هل قمت بعمليات أو شاركت في عمليات ضد أناس عزل من السلاح مدنيين بينهم نساء وأطفال؟ هذا ما أردت أن أقوله لك، ولكن أنا لا أعرف لماذا هذا التسرع، ولكن في الحقيقة أنا قمت بهذا، وقد أدي إلي أمر، أعطوني أوامر، وهذه الأوامر هي أن أنقل شاحنة مدنية وعلى متنها أشخاص مدنيين وهم عسكريون. وتوجهنا من بني مسوس بالذات في الجزائر العاصمة إلى في اتجاه بوفريك ومعالمة، وهناك يوجد دوار في مكان ليس أناس فقراء وبسطاء في الجبال هكذا، قرية يعني. نزل قرية، ونزل نزلوا جماعة هم 15 شخص من القوات الخاصة، ومعهم جماعة من مكتب الاستخبارات الجزائرية، وذهبوا إلى مكان معين وقتلوا أناس معينين بأسمائهم. عندهم أسماءهم وعندهم كل المعلومات على هؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص كانوا من قبل ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبالفعل منذ 92 كانت الاغتيالات خاصة مقيدة. يجب أن نعمل عمليات خاصة بقتل أشخاص أبرياء. ليس السبب الوحيد في قتلهم هم أنهم انتموا يوما أو
أو كانوا يوما مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أنت مارست القتل بنفسك يا حبيب؟ في هذه العملية أنا أوصلتهم بنفسي إلى مكان القتل، إلى المكان معين، وتركتهم يذهبون في اتجاه هذه القرية التي تبعد عن المكان التي تركتهم فيه حوالي 5 إلى 6 كيلومترات. وبعد 3 ساعات من هذه العملية رجعوا، وأرجعتهم كذلك إلى السكنة لكي لا يتعرض لهم أي درك. كانت هناك حواجز للدرك الوطني وللشرطة. يعني أنت الآن باختصار حتى يفهم المشاهدون هذه القصة، هو أنك كلفت، تذكر التاريخ يا حبيب؟ في سنة 1993 شهر مارس على ما أظن، كلفت بنقل بعض الدركيين من منطقة ما، حملتهم في سيارة إلى قرية حيث قاموا بقتل الأناس الموجودين في هذه القرية؟ ليس دركيين، رجال من القوات الخاصة، لقد قلتها وأعيدها، ليس دركيين، لأن الدركيين كانوا يعملون حواجز في الطرقات، وأنا كانت مهمتي أن لا يقترب دركي من العربة، من السيارة. هذه هي مهمتي بالنسبة في هذه المهمة. طيب، هل هناك عمليات أخرى أنت شاركت بشكل مباشر فيها؟ كثير من العمليات، ولكن العمليات كانت تستهدف كما قلت لك من قبل أشخاص كانوا ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أو أناس يشتبه بهم أنهم كانوا يعملون مع هذه الجماعات المسلحة، وذنبهم الوحيد أنا لم أرى شخصا منهم يحمل سلاح. أخرجوا من ديارهم بطريقة غير شرعية وغير قانونية، ثم يوجد هناك عمليات اختطاف وقعت عبر كامل الجزائر، مستهدفة بعض الأشخاص المعينين. أنت في كتابك هنا ذكرت أنك رأيت ضباط يقتلون أطفال ويحرقون جثث وأشياء كثيرة ذكرتها في الكتاب. نعم. هناك تشكيك كبير في هذه المعلومات التي ذكرتها، كما هناك تشكيك فيما تقول به الآن. أنا ذكرت أسماء في الكتاب، ذكرت أسماء وأماكن التي وقعت فيها هذه المذابح أو هذا التقتيل، وأريد أن أقول فقط يكفي من قول أن هذا إسلامي وهذا سارق وهذا إرهابي وهذا مع بليش. هذا نقطة مهمة أريد أسألك فيها. عملية القتل هذه تحتاج إلى عملية تحفيز. كيف يمكن أن يقبل إنسان على قتل طفل أو حرقه بالأساليب البشعة التي ذكرتها في كتابك؟ ما هي الدوافع التي أيا كان يعني أدمية هذا الإنسان، كيف يقدم على أن يمثل بجثة طفل أو يحرق جثة امرأة أو يقتلها من الأصل؟ ما هي الأشياء التي يشحن بها الإنسان حتى يفعل هذه الأشياء؟ أولا هناك الحقد والكراهية تجاه هؤلاء الأشخاص، لأن بعض ضباط الجيش الوطني الشعبي وبعض صف ضباط الجيش الوطني الشعبي حملوا حقدا كبيرا على هؤلاء الأشخاص، لأن هؤلاء أنا أحد منهم، لأن الجيش وقعت لنا خسائر كبيرة، وهناك زملاء لنا وجنود لنا قتلوا أيضا، والإرهابيون هم الذين قتلوهم. هذه من جهة الحقد والكراهية تجاه هؤلاء الأشخاص. ثانيا هناك عمليات المخدرات التي انتشرت بصورة بشعة داخل السكنات العسكرية، وحتى الآن لقد قلت بأن 80% من ضباط الصف ومن الجنود لست أعلم من أين يحصلون على المخدرات، ولكنهم يجدون هذه المخدرات، وهي مخدرات خطيرة جدا. ما الذي دفعك يا حبيب إلى كثيرون هربوا من الضباط ولم يكتب أحد كتاب؟ ما الذي دفعك إلى كتابة هذا الأمر؟ ما هي القوة التي تقف وراءك؟ تعلمت شيئا. أنا كنت في الجيش وتعلمت أشياء كثيرة. تعلمت أشياء كثيرة، تعلمت التضحية، تعلمت الواجب، أشياء لا نستطيع